السلام عليكم. هذه الحلقة السابعة للتوضيح أن ذكريات الأمة الإسلامية والعربية ضائعة وضيعوها منذ قرون حتى وقتنا هذا. لا يا عباد الله، أصلحوا قبل رحيلكم. ذكرى ولادة الرسول تدور حول الفصول، ذكرى هجرة الرسول تدور حول الفصول، ذكرى عاشوراء تدور حول الفصول، حتى رمضان مع ذكرى مع ليلة القدر تدور حول الفصول. ليس العيب في القمر بل الذين ماسكين هذا الحساب يجب تعديله. إذن وكارثة أيضا الأخرى، هل الربيع يأتي قبل الشتاء؟ ربيع الأول ربيع الثاني، بعده يأتي الشتاء، جماد الأول جماد الثاني. كارثة كبيرة. هل الربيع يأتي قبل الشتاء؟ وفي وقتنا هذا في 2023 ولا زال الأمة الإسلامية واقعين ومصرين على هذه الفضائح. اتقوا الله يا عباد الله قبل رحيلكم. انتظرونا للتوضيح.